السلام عليكم البنات، راني رجعت لكم على سلامتكم. بعد غياب طويل كما العادة ونعتذر منكم مرة واحدة أخرى. جيتكم اليوم بوصفة كارانتيتا، وصفة سهلة يحبوها كامل الناس الكبار الصغار، ووصفة تنقص علينا الوقفة تاع الكوزينة وتوالم هذا البرد. قبل ما نبداو نصليو ونسلموا على نبينا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، اللهم انصر اخواننا في غزة يا رب، ربي يخفف عليهم ان شاء الله يا رب. نبداو الوصفة على بركة الله. بسم الله. باش نحضروا هذه الوصفة البنات ما نحتاجوش بزاف مقادير، نحتاجو مقادير بسيطة، ونحتاجو السنيوة اللي راح نقدموها فيها اولا، عفوا اللي راح نطيبوها فيها. شوفوا انا هاد السنيوة عملتها سبيسيال كارانتيتا وثاني اللي غوتي. شوفوا نعمرتها بالماء كما كنت تشوفوا، ناقص دو دوا برك باش ما تفضليش. استعملت هاد الكيس تاع الكارانتيتا، استعملته كامل. نفرغ كامل لي زانغريديون في كاسرونه ولا في حاجه تكون كبيره هكذاك باش ما تدفقليش كما كنت تشوفوا، ونخلط الكارانتيتا مع هاد الكميه تاع الماء اللي عندي. هنا البنات لازم تحلوا الكارانتيتا تخي بيان. كاين اللي يضيف لها مغرف تاع بيكربونات، معليش هي يعني تساعد في الطياب تاعها وتجي ثانيك مليحه. مي انا اليوم صراحه ما استعملتش ني بيكربونات ني والو. شوفوا البنات، من اسرار نجاح الكارانتيتا انك تخلطيها بهذه الطريقه ودير لك هذه الرغوه اللي راح تخلي هذيك الطبقه للفوق تاعك تاع الكارانتيتا، وتخلي الكارانتيتا تاعك ناجحه. هنا البنات نضيفوا ربع كاس من الزيت كما كنتوا تشوفوا، ونواصلوا في الخلط. كل مكون نضيفوه لازم نخلطوه وندمجوه تخي بيان مع المكونات الاخرين. الكارانتيتا كما نعرفوا تحتاج كميه مليحه تاع الملح. انا ضفت مغرف كبيره تاع ملح ونص مغرف صغيره تاع كمون. هنا بالنسبه للحليب البنات تقدري تستعملي كاس الى كاس ناقص 3 دوا هكذاك تاع الحليب. اذا ما عندكش الحليب ليكيد تقدري تستعملي 3 مغارف تاع الحليب غبره. وانا صراحه نضيف دائما حبه بيض. حبه البيض هذه تقدري تستغني عليها، اللي ما عندهاش تقدر ما ديرش حبه البيض. ما هي تقوني راح تمدلها هذيك الطراوه اللي من الداخل وثانيك اللون الدوغي اللي من الفوق. نواصلوا في عملية الخلط نتاعنا باستمرار دون انقطاع. شوفوا البنات، هنايا نقدروا نخليوها مدة 2 سوايع، نحطوها بجانب في الثلاجة ونعاودوا نوليو لها من بعد نطيبوها كما نقدروا نطيبوها مباشرة. كما انا اليوم صدقوني طيبتها ديريكتومون هكذا. دهنت سنيوة تاعي كاملة بالزيت، وبيان سور شعلت الفرن تاعي ل 200 درجة من الفوق ومن تحت، وحطيتها تطيب بهذه الطريقة. وريت لكم يعني طريقة تاع طياب كي بدات تتنفخ، ومدة الطياب تاعها ساعة وتكون معاكم جاهزة. يعني صدقوني راح تجي كريمية وفي نفس الوقت خفيفة وممتون شادة روحها، تجي خير متاع المحلات. نتمنى تكون عجبتكم وصفة الكارانتيتا هدية. قدميها في الساندويتشات ولا في الأطباق مع شوية هريسة، يا سلام يا سلام، بالصحة والراحة للجميع. هذه كانت اقتراح أول. يعني هاد المرة درت لكم 2 فيديوهات في فيديو واحد. ننتقل دوكا للوصفة الثانية.
هنا البنات راح نحضروا مع بعضنا الشاورما بطريقة سهلة وبسيطة كما عودتكم دايما. وصفاتي وصفات سهلة. هنا كما كتشوفوا خديت حبة تاع البصل قطعيها عشوائيا يعني بهذه الطريقة. وناخذوا ثاني بياض البولي بلون دو بولي عفوا، وقطعته ثاني قطع صغيرة باش نرحيهم مع بعضهم كما كتشوفوا. هنا بالنسبة للزيبيس درت لهم فلفل كحل، شوية كمية تاع ملح، حوالي نص مغرف كبير، حوالي مغرف كبير عفوا. هنايا توابل الدجاج ولا الكاري ولا الماريناد اللي كانت متوفرة عندك ديريها. نرحيو كامل لي زانغريديون مع بعضهم. وهنايا شوفوا خديت البابي ترانسبارون، فيلم ترانسبارون، وحطيت فوقه كمية من الشابلور، ومباشرة نحط هذاك البولي تاعي اللي كنت رحيته بهذه الطريقة. نحاول نشكل دي بودان. صدقوني هاد الطريقة سهلة جدا تاع شاورما، ما تاخذش كاع وقت وتجي بنا هايلة. هنا هاد الشاورما تختلف على الاخرى انها سهلة في التحضير. هنا كما شفتوني حطيت كمية من الزيت في المقلة تاعي ولا في شواية ولا كل وحدة فاش تقلي. نخليها تسخن شوية ونحط فوقها لي بوتان تاعي، نحاول نحمرهم ونغطي باش يطيبوا من الجهتين ومن الداخل تخي بيان. لازم يطيبوا لك من الداخل باش تقدري تستعمليهم، عفوا تقدري تقدميهم. يعني طريقة سهلة كما كتشوفوا. نزيد البودرة الثاني والثالث. انا كنت استعملت هذيك الكمية يعني خرجت لي 3 بودرة. نحاول نقلبهم من الجهتين ونقصلهم النار ونخليهم يطيبوا تخي بيان. لازم يطيبوا من الداخل. هذا النوع من سندويتشات اللي يقول العشاء كما يليقوا تانيك لي ويكاند. الدراري يحبوا ياكلوا هذا النوع من الوجبات. هي طريقة سهلة جدا يعني. شوفوا هذاك اللون وراح تمديكم القرمشة واكيد البنة، خاصة كي عطرناه بالبصل وليزيبيس. انا كنت عطيت لها كامل الوقت يعني باش تطيب لي من الداخل، وكنت حضرت لي فخيت تاعي. كي طابت قسمتها وجيت نحضر معكم الصلصه. كنت حطيتها داخل هذوك لي ساندويتش. هنا خديت كميه من الكريمه السائله ولا لا كريم فريش، ضفت لها مغرف تاع فرماج اي نوع اللي كان متوفر عندك كما تقدري ديري تاع القطع. وضفت لها نص مغرف صغيره تاع فلفل كحل. هنا استعملت هاد الصلصه باش ما يجونيش لي ساندويتش تاعي ناشفين. هنا وليكم وليدي قاعد يحضر في ساندويتش تاعو. هنا شوفوا خذا كميه تاع لي فخيت، ضاف فوقهم كميه تاع شلاضه البصل ثانيك، وكميه من هذيك الشاورما اللي كنا حضرناهم، وكميه نتاع لاصوص هذيك. ومباشره لف دور هذوك لي ساندويتش طمهم وزيدي حمصيهم من الفوق. هذا وليدي راهو يحضر في ساندويتش تاعو، ربي يحفظه ان شاء الله بالتوفيق يعني لجميع اولادنا، ربي يحفظهم. هنا مباشرة رحت حمصتهم من الفوق من تحت. اللي عندها بانينيير تحطهم في البانينيير، اللي ما عندهاش تحطهم في مقلة عادي باش تمدلهم القرمشة هذيك من الفوق.
نتمنى يكونوا عجبوكم لي ساندويتش تاع اليوم. انا كنت قدمتهم بلي كيتشوب ولي فريت بهذه الطريقه. نتلاقاو في وصفات جديده وفي فيديو جديد ان شاء الله. نخليكم في امان الله. سلام.